السلام عليكم. لو سمحت بس ممكن دقيقة رصيد من تليفونك؟ اتفضل. دي الاشكال اللي احنا بنشوفها. مش اشكال والله. ما تشغلش بالك بيه، بس تعالى قول لي الرقم. 010 28. اراهنك لو مسكش التليفون وطلع يجري، اراهنك. اقعد ساكت اقعد ساكت، مالكش دعوه. عشان الو. احمد. ايوه مين؟ انا فادي. ايه يا فادي؟ بص معلش، انا اخويا قعد يضربني كتير وبعد كده طردني. بس عشان المرة دي رجع تاني يشرب، فانا يعني جبت الجيران عشان كان قاعد بيضربني كتير وهو شارب وكده. فانا يعني جبت الجيران زي ما قلت لك وخليتهم يروحوا يزعقوا له كده. فاول ما هم مشوا قعد يزعق لي كتير تاني وضربني، راح طاردني بره واخد التليفون بتاعي. بس فانا طالب منك بس طلب صغير. ينفع بس اجي اقعد عندك يومين 3 كده لغايه ما الاقي شغل او الاقي اي بيت؟ يعني انا خلاص بقيت كبير واقدر يعني اسند نفسي. انا مش عايز ارجع له تاني عشان خلاص هو خلاص. بس انت عارف يا فادي ان انا عندي اخوات بنات، فمش هينفع للاسف والله. انا نفسي اساعدك بس غصب عني، كنت فاهم حاجه زي كده يعني. ماشي. لكن انت المفروض ترجع لي، انا من اللي كنت بتعمله ده. خلاص ماشي. معلش الله يرحمك عليا. شكرا. ماشي شكرا. بص استنى، انا اسف والله، انا مش متطفل، انا سمعت الكلام صوتك كان عالي. ممكن تفهمني ايه المشكله؟ هو بس الموضوع يعني كل الموضوع ان اخويا الكبير كان بيشرب. يعني هو كان مبطل ورجع تاني. فانا هو لما بيشرب بيتعصب وبيقعد يضربني وكده. فانا يعني بعد انا سمعت ان هو طردك، الكلام ده صح؟ يعني انت دلوقتي مش لاقي كلام؟ طب بص انا عندي حل، احنا ممكن نكلمه، ممكن احنا نكلمه. فكره، ممكن نرن عليه. ماشي. بس والنبي بس ما تقولهوش اني انا اللي قايلكوا تكلموه ولا حاجه. لا عشان لو عرف هيضربني. معلش ما تخافش. نساله عليك طيب. يعني ممكن تقول له انت سايب اخوك. انت اسمك ايه؟ فادي. اديني كده الرقم. 010. معلش هو اسمه ايه؟ اسمه محمد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ محمد معايا؟